السؤال اللي 90% جاوبوه غلط في الانترفيو: What will you offer to this position؟ السؤال ده تحديدا كفيل انه يوقف ناس كتير. تلاقي الواحد مننا قاعد في الانترفيو واثق وفجأة يسمع السؤال ده يتجمد في مكانه. معظم الناس بترد بحاجات عامة وضعيفة جدا، زي مثلا I'm hard working، أو الأسوأ I can work under pressure. والكلام ده مش غلط، بس كليشيه ال HR سمعه مليون مرة قبل كده، وصدقني مش هتعلم معاه وهتبقى واحد من ضمن العشرات اللي قدموا. وكل ده عشان مش عارف تعبر عن اللي عندك بشكل بروفيشنال يظهر قيمتك الحقيقية. هقول لك على حاجة، السؤال ده مش بس عن المهارات بتاعتك، ده عن ازاي بتعبر عن قيمتك. يعني تخيل مثلا بدل ما تقول I'm hard working تروح راجع بظهرك وتقول لهم I can bring a result oriented approach and proven ability to work across teams to deliver measurable impact. شايف الفرق؟ الجملة بروفيشنال، محددة، ومش مستهلكة. انت مش بس بتقول انك شاطر، انت كمان بتعرفهم ازاي هتضيف قيمة. بتتكلم بلغة البيزنس مش بلغة الطالب، وده اللي بيخلي الاتش ار يحس انك فاهم الدور وجاهز تبدأ من اول يوم وكمان تحقق نتيجة للشركة. البيزنس انجلش مش بس كلام بطريقة صحيحة، ولكن بطريقة فيها اظهار للقيمة اللي هيستفيدها الشخص اللي قدامك. يعني لما تدرس بيزنس انجلش كأنك درست 2 في 1، درست انجليزي زائد كمان عقلية البيزنس. وعلشان تعمل كده كل اللي انت محتاجه هو 90 يوم من الالتزام، تذاكر فيهم الجمل الصح والمحادثات الصح والسيناريوهات الواقعية اللي بتتكرر يوميا في شغلك، من اول الانترفيوز للايميلات للاجتماعات للتفاوض ولغاية تقديم البرزنتيشن وكمان السفر. وده اللي هتلاقيه في مجموعة البيزنس انجلش اللي اعتمد عليها اكتر من 25,000 شخص في الوطن العربي، لانهم عرفوا ان الشطارة لوحدها مش كفاية، لازم تعرف تبين انك خبير وتتواصل باحتراف وكمان تاخد فرصتك اللي انت تستحقها. المجموعة بتبدأ بالكتاب الرئيسي واللي متقسم ل7 فصول متكاملة، وبيحتوي على اكتر من 70 موضوع فرعي بيغطي كل المهارات اللي الشركات بتدور عليها، وكمان بيحتوي على اكتر من 4000 جملة شائعة في عالم البيزنس وسيناريوهات كاملة من ارض الواقع، وكمان مسجل باكسنت امريكي 100% عشان تسمع صح وتردد وراه. وكمان مع المجموعة 7 كتب كاملة. اولا كتاب خطة ال90 يوم اللي هيعرفك ازاي تذاكر المجموعة يوم بيوم، وكل ده عشان تبقى منظم، عارف بتعمل ايه وازاي وامتى. وكمان كتاب الانجليزيه للسفر واللي بيحتوي على كل الجمل والمحادثات اللي هتحتاجها اثناء سفرك، وكتاب اهم المحادثات في البيزنس انجلش واللي بيحتوي على اكتر من 20 محادثه متخصصه ومتعمقه في اكتر من 20 مجال زي التسويق، المحاسبه، البنوك، البورصه وغيرهم كتير، وكتاب ازاي تفكر بالانجليزي واللي هيعلمك توقف ترجمه في دماغك وتتكلم بطلاقه، و3 كتيبات تانيين هتلاقي تفاصيلهم في اللينك 1 2 3. واخيرا هعلمك ازاي تمارس الانجليزي مع الذكاء الاصطناعي، ولما بقول تمارس يعني تتكلم، وكمان هعرفك ازاي تخليه يصحح لك اخطائك كأن في مدرس قاعد معاك 24 ساعة. Actually today I would like to practice my English a little bit. That sounds great. What would you like to practice specifically? Well, I'd like to practice my conversation. يعني ببساطة محتوى تطبيقي جاهز، مش محتاج منك تفكير ولا اعداد، كل اللي عليك انك تفتح وتبدأ. ولو بتسأل على السعر، صدقني اول ما تشوف السعر على الصفحه هتعرف انه ارخص بكتير مما كنت متخيل. يكفي اقول لك ان انت لو هتاخد كورس بيزنس انجلش في مجموعه هتدفع في الليفل حوالي 2000 جنيه، ولو هتاخد برايفت مش هيقل على 5000 جنيه. سعر المجموعه دي بربع سعر ليفل من المجموعه. اضغط على اللينك واحجز نسختك دلوقتي، وكمان الشحن مجاني.